وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن استشهاد الزهراء. يرافقني فيها زميلي إيهاب، فعظم الله لك الأجر يا إيهاب. عظم الله لكم الأجر أمل، وعظم الله الأجر للإنسانية جمعاء، ولصاحب العصر والزمان، وللمراجع العظام، ولكل المؤمنين والمسلمين في كل بقاع الأرض. حياكم الله وعظم لكم الأجر. حياكم الله دكتور خليفة، وعظم الله لك الأجر. عظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم العزاء، وحياكم الله وبياكما. نرفع أسمى آيات الحزن والعزاء إلى مقام سيدنا ومولانا صاحب الزمان ابن الزهراء، وإلى البشرية بأجمعها بهذا المصاب الجلل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يوفق لأن يسير بسيرة الزهراء وسيرة أبيها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بداية دكتور، كيف كانت ولادة الزهراء عليه السلام؟ طبعا المتأمل في نصوص ولادة السيدة الزهراء عليه السلام يجد أن هناك خلطا فيما بين ولادتها، إذ أن أغلب علماء الإمامية يشيرون إلى أن ولادتها كانت قبل البعثة، بعد البعثة النبوية ب5 سنوات. أما علماء العامة، علماء مدرسة إخواننا من أهل السنة والجماعة، فإن الغالبية منهم، الكثير منهم يشير إلى أن ولادتها كانت قبل البعثة، قبل بعثة أبيها. ولكن التحقيق في النصوص التاريخية يشير إلى أن ما جاء به علماء الإمامية هو الصحيح، وأن ولادتها جاءت بعد بعثة أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم ب5 سنوات. وهذا الأمر لا يخلو من جنبة سياسية، إذ إن القسمة من الذين قالوا إن ولادتها كانت قبل بعثة أبيها كانوا يريدون أن يفرغوا ولادتها من الأمور الغيبية، ولا سيما أن ولادتها كانت بإعداد من الله وإعداد من النبي الأعظم، بحيث أنه أمر أن يعتزل أمها خديجة لمدة، ومن ثم أكل من ثمار الجنة، ومن ثم كانت نطفة السيدة فاطمة الزهراء انعقدت من ثمار الجنة. وفي ربيع الرسالة وفي أيام رسالة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم مما يضفي على هذه السيدة الطاهرة قداسة وبهاء ورونقا، هي أهل لهذه الأمور. نعم. سلام الله عليها. دكتور، سبب تسميتها بفاطمة؟ طبعا أيضا إذا رجعت إلى التواريخ وإلى معاجم اللغة العربية تجد أن واحدة من أهم يعني تجليات هذا الاسم هو ما ورد في الأحاديث الصحيحة عن نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أسميتها فاطمة لأن الله فطمها وشيعتها عن نار جهنم، بمعنى الله سوف يمنع نار جهنم عن شيعة فاطمة الزهراء. ولكن هنا الشيعة الخلص الذين يسيرون بسيرة فاطمة، مو فقط يقول الإنسان أنا مشايع لفاطمة وأبيها ويدخل الجنة، لا، هناك يعني جوانب يجب أن ننتبه عليها. الشيعي المخلص الموالي الذي يعمل ما يريده الله سبحانه وتعالى ويعمل ما يريده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فالرأي الأشهر وهو ما ورد في الأحاديث أن الله فطمها وشيعتها من نار جهنم، فهذا سبب من أسباب تسميتها بفاطمة سلام الله عليها. نعم دكتور، بماذا تفسرون يعني بسبب العلاقة الروحانية الجميلة بينها وبين الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كانت دائما تسمع لحن كلام فاطمة أم أبيها. نعم، المتأمل في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يجد أن هذا الرجل كان يخص هذه البنت الطاهرة بعلاقة خاصة. يعني في كل زمان ومكان تجدين أن الآباء لهم علاقة ببناتهم. نعم. لكن علاقة كعلاقة النبي الأعظم بهذا العمق، بهذه المحبة، بهذا البهاء وهذا الاحترام وهذا التقديس، لا نجد لهذه العلاقة يعني مثيلا في تاريخ البشرية. نعم. ماذا تشير هذه العلاقة؟ إلى ما تشير؟ لو أردنا أن نفكك هذه المسألة وأردنا أن نحللها، تشير إلى أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب هذه البنت حبا جما لأمور كثيرة. الأمر الأول هو أنها ستكون امتدادا لذريته، لأن الأولاد ما كانوا ليعيشوا له صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السيدة الطاهرة ستكون امتدادا له ولذريته في قابل الأزمان.
هذه السيدة الطاهرة هي من ستحمل أعباء الرسالة مع زوجها أمير المؤمنين عليه السلام ومع أبنائها الحسن والحسين وإلى الإمام المهدي عليه السلام. هذا البيت الطاهر هو الذي سيكون البيت الذي يكون الواسطة فيما بين الله سبحانه وتعالى وما بين الأمة الإسلامية، لأنه كان يقف لمدة حسب ما تشير الروايات لمدة 6 أشهر بعد نزول قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان يقف ببابها ويقول السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هذه الأمور وغيرها مما لا نستطيع أن نقف عليه في هذه العجالة تشير إلى أن الرسول الأعظم كان يعد هذه البنت الطاهرة الزكية إلى دور الرسالي قادم، وكان يريد أن يبين للأمة الإسلامية عمق حبه لها وعمق علاقته الوطيدة بها. ومن باب آخر كان يرى أنه لا يوجد أي كفء لهذه السيدة الطاهرة سوى الإمام علي، بدليل أن الكثير قد خطبها منه ولم يأذن لأي واحد بالزواج منها سوى الإمام علي عليه السلام. كل هذا الإعداد بمختلف تجلياته بمختلف تفاصيله يشير إلى الحب الكبير للنبي الأعظم لابنته وإلى المنزلة الرفيعة لهذه السيدة الطاهرة، كيف لا وهي سيدة نساء العالمين. نعم. دكتور، كأنك تريد أن تقول أنها كانت مع أبيها ولقبت بهذا اللقب لأنها دفعت وحملت الرسالة النبوية، يعني ليس كالعرف السائد أن أم أبيها يعني هي التي ولدت، ليس هو هنا المقصود أنها ستحمل الرسالة، لأن أولادها الأئمة الأطهار عليهم السلام سيحملون هذه الرسالة العظيمة حتى قيام الساعة. هذا واحد من الأمور التي يمكن أن نفهمها من هذه التسمية. أمر مهم آخر، لو اطلعت على سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كان وقع وفاة خديجة عليه كان مؤثرا جدا في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى في زواجاته الأخرى من السيدات الفضليات الأخريات كان النبي دائما ما يحن إلى خديجة ويذكر خديجة سلام الله عليها، فهي السيدة الأولى في حياته وكان يذكرها دائما. الذي يذكر النبي الأعظم بخديجة هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذه مسألة مهمة، فكانت هي الامتداد لأمها الطاهرة. وتعلمون خديجة ويعني عمق معاونتها ومساعدتها للنبي الأعظم، حتى أنه قال ما قام الإسلام إلا بسيف علي وأموال خديجة. هذا الحديث يشير إلى دور خديجة سلام الله عليها الكبير. فاطمة كانت تشير إلى أمها، تحيل إلى أمها، فالرسول حينما يشاهد فاطمة يتذكر خديجة. هذا أمر. الأمر الثاني يشير إلى أن هذه السيدة الفاضلة كانت بالنسبة لأبيها بمثابة الأم التي تداري الولد أو التي تحفظ الولد أو التي تراعي هذا الولد. يعني هذه المسألة مسألة كبيرة علينا أن نلتفت إليها. كيف لرجل أن يقول لابنته أنت أمي؟ إلى ما يشير؟ يشير إلى حنان الأم الكبير، لأن المخلوق الأكثر حنانا في العالم هي الأم، فيريد أن يشير إلى حنان السيدة الزهراء على أبيها بعد وفاة خديجة، وبأنها تذكره بخديجة، وبأنها ستكون الامتداد لرسالته السمحاء ولنبوته التي جاء بها من الله سبحانه وتعالى. نعم. يا علي، الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الإمام علي: يا علي إن الله أمرني أن أزوجك بفاطمة. برأيك يعني ما هي الحكمة الإلهية من هذا الزواج الذي عقد بتشريع رباني؟ طبعا الزواج هذا كان بأمر من الله سبحانه وتعالى: يا محمد زوج النور من النور. وكان النبي الأعظم ينتظر هذا الأمر الإلهي، لأنه كما تعرفون المطلع على التواريخ وعلى السيرة النبوية يجد أن الكثير قد يعني أراد أن يخطب السيدة الزهراء، وهو شرف ما بعده شرف أن يناسب رجل نبي هذه الأمة محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الإنسان العادي إذا كان صاحب منصب، إذا كان صاحب جاه، إذا كان صاحب ملك، إذا كان صاحب مال،
الناس يتسابقون لكي يخطبوا ابنته، فكيف بك بنبي الأمة وبشفيع الأمة وبسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمحمد كان رجلا ذا شخصية كبيرة حتى قبل نبوته، هو الصادق الأمين وهو أصدق قريش إلى آخره من هذه الأمور. فكان الجميع يتسابقون لخطبة الزهراء وكان يردهم. الإمام علي عليه السلام كان يريد أن يخطبها ولكنه كان يشكو من قلة ذات اليد، لذلك حينما جاء الأمر الإلهي زوج النور من النور، وفي تفاصيل نصح الإمام علي بأن يتقدم لخطبة السيدة الزهراء، وفعلا كانت الخطبة وكان الزواج المبارك. والزواج المبارك يشير إلى أن هناك فيوضات إلهية في هذا الزواج، وفيوضات إلهية كبيرة على هذه العائلة المباركة التي شكلت النواة لانتشار ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذرية علي وذرية الزهراء اليوم في أرجاء العالم. اليوم أينما تذهبان تجدان سادة ومن ذرية محمد، والانتساب يعود إلى الزهراء وإلى الإمام علي عليه السلام. إذن هذا الزواج كان يحمل من الفيوضات ومن البركات، بحيث أن الله يأمر بهذا الزواج، وأن النبي يوافق مباشرة على طلب أمير المؤمنين للزواج منها مع قلة ما كان لديه. ولو تتأملون بساطة البيت الذي دخلت فيه الزهراء، السيد محمد كاظم القزويني في كتابه فاطمة الزهراء من المهدي إلى اللحد يصف محتويات هذا البيت، يصفها بدقة من خلال الكتب التاريخية. طبعا اليوم لا يمكن لأي امرأة أن تعيش في هكذا بيت، طبعا مع الفارق التاريخي والزمني، لكن الزهراء ببهائها بعظمتها بشخصيتها عاشت في هذا البيت بكل هدوء وبكل طمأنينة وبكل محبة، وشاركت زوجها أمير المؤمنين عليه السلام في بناء هذه الأسرة المحمدية الفاطمية العلوية التي انتشرت ذريتها في كل مكان في أجزاء عالمنا الفسيح. نعم. طيب دكتور، بهذا المهر البسيط وبهذا الزواج المبارك الذي قال فيه الرسول الكريم خطبة طويلة في نهايتها وسيجعل بينكما الكثير الطيب، وما تحقق فعلا عن ولادة الأئمة عليهم السلام، نصيحة لنسائنا اليوم ليقتدين بالزهراء عليه السلام في موضوع المهور والزواج؟ يعني اليوم من خلال مشاركتي مع مجتمعي في الكثير من همومهم وآلامهم، ومع طالباتنا في الجامعة ومع المعارف، تجد أن هناك مشكلة، وهي مشكلة عدم إعداد الأمور الخاصة بالزواج والتسرع في الزواج في كثير من الأحيان، أو في بعض الأحيان فرض المهور العالية والطلبات الكبيرة، بحيث اليوم أتكلم عن واقع بحكم اتصالي بطلبة الجامعة وبالمعارف وبالمجتمع. تجد أن الكثير من الشباب يعزفون عن الزواج، تقول له لماذا؟ يقول لك أنا ما عندي، إذا هي أول ما تطلب كذا ذهب وأمور أخرى وأخشاب وكذا. هذه الأمور طبعا مجتمعنا كلها على الزوج، ولكن في المجتمعات الأخرى مثلا في المجتمع المصري، في المجتمع الإيراني، في المجتمعات الأخرى، تجد أن الأمور تكون مناصفة ما بين الزوج والزوجة. إلا في العراق فإن الأمور كلها تكون على عاتق الزوج، مما يشكل عبئا كبيرا، فتجد الكثير من شبابنا يعزفون عن الزواج بسبب قلة ذات اليد. ولكن لو تأملوا زواج الإمام علي، وهو أفضل خلق الله بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وزواج السيدة فاطمة الزهراء وهي سيدة نساء العالمين وسيدة نساء عالمها، لوجدنا تلك البساطة، وأن الإيمان هو الإيمان والعلاقة بالله هي قمة هذه العلاقة الزوجية. الأمور المادية ممكن أن تأتي، ممكن بالمحبة، ممكن بالتعاون فيما بين الزوج وزوجته أن يتغلبوا على الكثير من الأمور. وهناك كثير من التجارب تجد أن الزوجة أو الزوج أو أن كليهما يتعاونان معا في تكوين علاقة وفي تكوين بيت زوجي هذا. أما اليوم هذه المبالغة في المهور، المبالغة إلا الحفل يكون في قاعة، والقاعة تحتاج إلى 4-5 ملايين دينار أو أكثر، هذه مبالغات
علينا أن نبتعد عنها بدل القاعة. أنا بدل ما أصرف على القاعة هذا المبلغ أعمل لهم حفل بسيط ما في معصية الله سبحانه وتعالى. يعني لماذا الإصرار على عصيان الله سبحانه وتعالى في تتويج هذه العلاقة الزوجية ونحن نبدأ تكوين أسرة؟ يعني الإنسان في كل مشروع حينما يبدأ به يبدأ على بركة الله بسم الله. حتى في الورقة الامتحانية حينما تسلم الأسئلة للطلبة يبدأون يتمتمون بآيات القرآن. فلماذا نفتتح هذا المشروع الكبير وهو مشروع الزواج بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ هذه أمور علينا أن نأخذها وأن نقتدي بها من زواج الإمام علي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها. نعم دكتور، كل الأئمة والمعصومين كانت في حياتهم معاناة كثيرة أو كبيرة. حبذا لو تحدثنا عن معاناة الزهراء عليه السلام في شعب أبي طالب. طبعا هذا يدخلنا إلى موضوعة مهمة وهي موضوعة الابتلاء. نعم. الابتلاء في بحثي في موضوعة الابتلاء في القرآن الكريم وجدت أن الابتلاء له أنواع كثيرة، يعني تقريبا هو 5 أنواع في القرآن الكريم. وأشد الناس من خلال القرآن الكريم ومن خلال تأملي في آيات الابتلاء في القرآن الكريم أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. هذا ما توصلت إليه من خلال قراءتي لنصوص البلاء في القرآن الكريم. وأنا أبحث في الإرث الروائي لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وجدت رواية تعضد هذا الأمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. إذن المسألة مسألة علاقة ما بين الدين وما بين الابتلاء. لذلك تجدين يعني بصريح آيات القرآن وبصريح هذا الحديث الشريف أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. من يأتي بعد النبي؟ يأتي الإمام، يأتي الوصي بعد النبي. لذلك كانوا أشد الناس ابتلاء، رسول الله وأهل بيته الكرام كانوا أشد الناس ابتلاء، ولا سيما السيدة الزهراء سلام الله عليها، ونحن اليوم في ذكرى استشهادها. طبعا الابتلاءات كانت تترى على هذه السيدة الفاضلة وكانت متواصلة، ولا سيما بعد وفاة أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحدث الأكبر والأشد إيلاما للسيدة الزهراء هو حدث وفاة أبيها، لأن يعني كما قلنا كما أشرنا في بداية الحديث كانت هناك علاقة وطيدة وروحية وعقائدية ورسالية فيما بينها وبين أبيها. لذلك تجد أن الزهراء تألمت ألما كبيرا وبدأت تبكي ليلا ونهارا. يعترض البعض ممن لا يفهم حقيقة علاقة هذه السيدة الطاهرة بأبيها، يقول يعني هم يعلمون الصبر كذا، كان المفروض تصبر. هذا بلحاظ الناس العاديون لا يصبرون على وفاة أبيهم إذا كان الأب له هذه العلقة ولا، فكيف بالزهراء وقد فقدت نبي الأمة وقد فقدت رسول الإنسانية وقد فقدت أباها الذي كان يحنو عليها والذي كان يحبها حبا جما والذي كان يزورها في الكثير من الروايات كان يزورها يوميا. اليوم أي أب يزور بنته يوميا؟ ما في هكذا شيء. يعني هذا الشيء إلى أي شيء يشير إلى هذه العلاقة الوطيدة. فكيف لا تحزن على أبيها؟ حزن الزهراء مضاعف، لأن أباها نبي الأمة، ولأن أباها هو الذي عوضها عن فقدها لأمها. الزهراء فقدت السيدة خديجة وهي في عمر صغير، فهو عوضها عن حنان الأم. لذلك يكون فقدها كبيرا جدا ويكون حزنها كبيرا جدا على أبيها. لذلك يعني هي تشبه هذه الأمور سلام الله عليها في خطبتها الشريفة، تقول هذا والعهد قريب، يعني من وفاة النبي، والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. هذا الجزء من الخطبة يشير، تقول لهم للذين تتحدث معهم في المسجد هذا والعهد قريب من وفاة الرسول، يعني والكلم رحيب. الكلم في اللغة هو الجرح، تصف جرحها بوفاة أبيها بالرحيب. الجرح الرحيب يعني الجرح الواسع الكبير
الذي يؤذي الإنسان. هذا والعهد قريب والكلم رحيب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر. زين. أيضا في مكان آخر من الخطبة تقول: فخطب أتقولون مات محمد فخطب جليل استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه. هذه جمل دقيقة للسيدة الزهراء تشير إلى عظم مصابها بأبيها. تخاطبهم تقول: أتقولون مات محمد فخطب جليل. الخطب الجليل يعني المصيبة الكبرى. استوسع وهنه. استوسع وهنه، الوهن هو الضعف. التوسع هو يعني توسع الشيء وأخذ الشيء حجم كبير، يعني سبب لي ضعفا وألما كبيرا. استوسع وهنه واستنهر فتقه. ما المقصود؟ وانفتق رتقه. تقول إن جرحي بوفاة أبي كان عبارة عن جرح عميق كبير. استنهر فتقه. شنو استنهر فتقه؟ يعني هذا فتق الجرح، بدأ الدم يخرج من هذا الجرح كما يخرج الماء من النهر. هذه استعارة في البلاغة نسميها. واستنهر فتقه وانفتق رتقه، يعني بعد ما رتق شوية فعلت الأمة ما فعلت بالزهراء بعد وفاة أبيها، فهذا الجرح فتقتموه أكثر وبدأ ينزف دما أكثر بدليل قولها واستنهر فتقه. إذا انظر إلى هذه الاستعارات والكنايات وإلى هذه الجمل المركزة التي تصف فيها الزهراء ألمها وحزنها الجم والكبير على فقدها لأبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب دكتور، علاقتها بالإمام علي عليه السلام، هذه العلاقة الطويلة، الزوجة المضحية، الزوجة الصابرة التي صبرت على كل شيء، كيف كانت العلاقة فيما بينهم؟ الزهراء سلام الله عليها كانت تعي دورها تماما، وكذلك الإمام علي كان يعي دوره تماما. لذلك هو في بداية علاقته الزوجية اتفق معها، يعني من باب البيت إلى الداخل هذا واجبك، ومن باب البيت إلى الخارج هذا واجبي. هذه المسألة تحيلنا إلى أمر مهم جدا اليوم. نحن نريد أن نأخذ من هذه الذكرى ومن هذه السيدة الطاهرة ما يفيدنا في حياتنا اليوم. يعني احنا مو فقط نذكر مآثرهم ونذكر الأمور التي قاموا بها ونذكر أخلاقياتهم وننساها، لا، علينا أن نتأمل فيها، علينا أن نستحضر الرسول والزهراء وأهل البيت منهاج عمل في حياتنا. مو فقط يا ليتنا كنا معكم لقلقة لسان، لا، يا ليتنا كنا معكم قولا وفعلا. هذا إلى ماذا يشير؟ يشير إلى أن للرجل حقوق وللمرأة حقوق، للرجل واجبات وللمرأة واجبات. فكل شاب اليوم، أنصح أخوتي، أبنائي، بناتي، أخواتي الذين يقبلون على الزواج، في بداية مشروع الزواج عليهما أن يتفقا على كل التفاصيل، وأن يكون محور هذا الاتفاق هو المبادئ الإسلامية وبلحاظ زواج الزهراء من الإمام علي عليه السلام. يعني المشكلة الآن في الزواجات أنه مجرد ما شافها بنت جميلة أو كذا أو كذا وهي شافته وشكله جميل وكذا مباشرة وافقوا، وتجد بعض الآباء يقول الحياة صعبة، أنا أسمعها بأذني من بعض الآباء، وأنا أريد أزوجهن وأرتاح وكذا إلى آخره. لا، مو تزوجهن وترتاح، يجب أن يكون الاختيار دقيقا، لأنه يعني هناك الكثير من الروايات والأحاديث في دقة الاختيار، سواء اختيار الزوج أو اختيار الزوجة. حينما تحصل الخطبة أو عقد القران أو المهر كما نسميه، على الزوجين أن يتفقا قبل أن يدخلا في بيت الزوجية لكي لا تحصل المشاكل. الزوج يقول لها أنا أريد هذه الثوابت، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، كم ثابت عنده، يتفق معها منذ البداية، وهي أيضا تقول له أنا عندي هذه الثوابت في حياتي. صدقني من خلال تجربة، من خلال تجارب، لو اتفقا وبمحبة وبتنازل أحدهما للآخر، لأن العلاقة الزوجية لا بد أن يكون فيها نوع من التنازل، صدقني لو اتفقا على هذه الأمور لما حدثت المشاكل فيما بينهما. ولو اتفقا منذ البداية على عدم إدخال أي إنسان لكي يكون واسطة في مشاكلهما لما حدثت المشاكل. نعم. فعلينا أن نتأمل في زواج الزهراء من أمير المؤمنين، وأن نأخذ الموعظة والعبرة ونجد ماذا فعل في هذا الزواج.
علينا أن نحاكي ما فعله لكي نتجنب كل المشاكل، ولتكون هذه الحياة الزوجية هي حياة الهدوء والسكن كما يصفها القرآن الكريم. اليوم في الكثير من المجتمعات الحياة الزوجية لم تعد هدوءا وسكنا، وإنما أصبحت مشاكل وصراخ وشكوى، الرجل يشكو والأم تشكو. لا، لو تفاهما منذ البداية على الثوابت، على ثوابت العلاقة الزوجية كما يريده الإسلام، لما حدثت أي مشاكل. دكتور، هنالك الكثير من الروايات التي تحدثت واختلفت عن مصحف فاطمة. فحبذا لو تحدثنا عن هذا المصحف. طبعا الكثير من الأمور التي تخص أهل البيت عليهم السلام، الإمام علي والسيدة الزهراء، يعني دخلت السياسة في وضع بعض الأحاديث، لأن الحديث دون في فترة متأخرة. الحديث الشريف لم يدون بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحكومة آنذاك قد منعت من تدوين الحديث. متى دون الحديث؟ دون الحديث في العصر الأموي وفي العصر العباسي. وتعلمون أن السياسة الأموية والسياسة العباسية كانت سياسة إقصائية لأهل البيت، وكانت سياسة لا تريد لفكر أهل البيت أن ينتشر. والماكنة الإعلامية، وتعلمون اليوم أنتم إعلاميان وتعلمون أثر الإعلام الكبير، الماكنة الإعلامية الأموية والعباسية لم تسمح بتدوين الكثير من الأحاديث التي تبين منزلة أهل البيت، وسعت إلى تشويه الكثير من الأمور الخاصة بأهل البيت. ومن هذه الأمور هو مصحف فاطمة سلام الله عليها. بأبسط تعبير، ما مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة سلام الله عليها هو كان نقلا عن مصحف الإمام علي. للإمام علي كان للإمام علي في كل يوم جلستين مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، جلسة في الصباح وجلسة في المساء. النبي كان يزق الإمام عليا العلم زقا، ويشرح له الآيات القرآنية ويفسر الآيات القرآن. طبعا هو يفسر للأمة وعلي مع الأمة، ويفسر للإمام علي على حدة. فالتاريخ يشير إلى أنه في كل يوم كان جلسة صباحية وجلسة مسائية للنبي مع الإمام علي عليه السلام، يغذيه بكل العلوم، ومن هذه العلوم تفسير القرآن. فالإمام علي كان يكتب هذه الآيات، ويكتب على هامش الآيات القرآنية تفسير النبي الأعظم لهذه الآيات القرآنية. ماذا تعمل الزهراء؟ الزهراء تأتي وتنقل هذا الكلام، أو تأخذ هذا الكلام من الإمام علي عليه السلام وتنقله في مصحف خاص بها، فتنقل الآية القرآنية وتنقل تعليقات زوجها الإمام علي التي كانت من فم النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. مثل يوم أي كتاب أو أي بحث أكاديمي فيه هوامش، هناك متن وهناك هامش. فمصحف فاطمة هو هذا، هو آيات قرآنية متن، والهامش هو تفسير النبي الأعظم وتعليقات الإمام علي. يعني صدقت الروايات عندما قالت أنه هذا جزء من القرآن، وكانت تحتفظ وكانت تحتفظ بهذا المصحف. فالمصحف هو عبارة عن قرآن وتفسير للقرآن. أما من يقول أن مصحف فاطمة فيه آيات أخرى وفيه حذف وفيه إضافة، فهو أولا هما على نوعين. النوع الأول هو كاذب ومدلس ومشوه، يريد أن يشوه التاريخ. والنوع الثاني هو غير متخصص وغير مدقق ولم يبحث في التاريخ لكي يعلم حقيقة مصحف فاطمة سلام الله عليها. إذا لماذا يثار بين فترة وأخرى هذا الموضوع؟ دائما يعني يثار هذا الموضوع ضد أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا ضد السيدة الزهراء عليها السلام. يا سيدي العزيز، دائما الشجرة المثمرة ترمى في كل زمان ومكان. اليوم حتى في زماننا تجد الموظف النزيه، الموظف المحترم، الإنسان المحترم، لأنه لا يأخذ الرشوة كزملائه في اللجان مثلا، يرمى هذا الموظف ويقال أنه موظف غير جيد، وقد تأتيه العقوبة. ولكن الموظف غير الجيد مع الأسف يذهب ويجامل وكذا. الشجرة المثمرة ترمى، وأهل البيت هم الامتداد الطبيعي للنبي الأعظم. فكان قسم من الناس يغار أو يسوءه هذه المنزلة العظيمة، يعني الله أعطى هذه المنزلة لأهل البيت، يعني مو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد هو الواسطة فيما بين الله وبين أهل الأرض.
بدليل أن هذا الأمر من الله حينما في بيعة الغدير، حينما النبي صلى الله عليه وسلم أشهد الناس على أن الإمام علي هو تاليه بعد وفاته في يوم الغدير، حينما نصب عليا أميرا للمؤمنين. بعد هذه الحادثة يأتيه أحد المسلمين إلى المسجد، وهذه الرواية المعروفة، فيقول له بكل صفاقة وبكل تبجح: أمرتنا أن نصلي فصلينا، أمرتنا بالحج فحجينا، أمرتنا بكذا بكذا، والآن تأتي بابن عمك لكي تنصبه إماما علينا، فهل هذا من عندك أم من الله؟ الرسول يجيبه بكل محبة وبكل احتواء، يقول: لا، هذا من الله. وتنزل السماء وتؤكد كلام النبي، لأن هذا الرجل قال: إن كان هذا من الله فلتمطر علينا حجارة من السماء. وهو في حضرة النبي بهذه الصفاقة وبهذه الوقعة، النبي يقول له من الله، وهو يقول: إن كان هذا هو الحق من الله فلينزل أو فلتنزل علينا حجارة من السماء. فنزل قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. مباشرة هذا الرجل بعد أن خرج من المسجد رماه الله بحجر وأماته في مكانه. يعني بعد ماذا تريد الأمة أكثر من هذه الشواهد؟ نعم. هنالك الكثير من المسميات التي لقبت بها الزهراء عليه السلام، نعم. ومن بينها سميت بمريم الكبرى. نعم. فما هي أو ما هو السبب الرئيسي في هذه التسمية؟ طبعا أسماء كثيرة للزهراء: الطاهرة، المباركة، الصديقة، أم أبيها، البتول، نعم. مريم زمانها. هذه الأمور تشير إلى منازل هذه السيدة الطاهرة وإلى عظمة هذه السيدة المباركة. يعني هذا يشير إلى أنه واحدة من معانيه. طبعا اليوم علم التسمية علم كبير في علم السيمياء الحديث، المنهج السيميائي يبحث في هذه الأمور، المسميات، إشاراتها. هذا يشير إلى أن لفاطمة منزلة في زمانها كمنزلة مريم في زمانها، ولكن فاطمة فاقت نساء العالمين، نعم. لأنها لم تكتفي بأن تكون سيدة نساء زمانها، وإنما كانت سيدة نساء العالمين. مريم العذراء كانت سيدة نساء زمانها، آسيا بنت مزاحم كانت سيدة نساء زمانها، أما الزهراء فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. طيب دكتور، نتحدث أنه سيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام كانت أول من لحق بالرسول الكريم بالوفاة. حدثنا عن استشهاد الزهراء عليه السلام. طبعا أشرنا إلى أنه ما حصل للزهراء عليه السلام بعد وفاة أبيها وقع عليها حيف كبير وأذى كبير، بحيث أنها كانت أسرع الناس لحاقا بأبيها بسبب ما حصل لها. الأمر الأول هو الحزن الكبير، والحزن طبعا الكبير يقتل الإنسان ويؤذي الإنسان. نعم. الأمر الثاني ما حصل لها من جرح كبير آلمها وآذاها بسبب عصرها ما بين الباب والحائط. هذا الجرح أيضا آذاها وآلمها كثيرا، لذلك سلام الله عليها لم تدم طويلا بعد وفاة أبيها. يعني هناك كما تعلم هناك 3 روايات لاستشهادها. هذه اليوم هي الرواية الثانية، اليوم 13 من جمادى الأولى، والرواية الثالثة هي حسب ما أذكر اليوم 13 من جمادى الآخرة. هذه المسألة، يعني كون أن للزهراء 3 روايات، أنا أتصور هي ليست مسألة اعتباطية وليست مسألة صدفة، وإنما شاء الله سبحانه وتعالى لهذه السيدة الطاهرة أن يحتفى باستشهادها ل3 مرات بدلا من مرة واحدة. فتجد الناس يحتفون باستشهادها في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية وفي الرواية الثالثة. الرواية الأولى بعد 40 يوما تقريبا، والرواية الثانية بعد 60 يوما أو عفوا 75 يوما، والرواية الثالثة بعد 3 أشهر. هذا التعدد في الروايات. حينما يسأل السيد حسب ما أذكر السيد محمد كلانتر رحمه الله، حينما يسأل لماذا يعني هناك 3 روايات للزهراء، ألا تحققوا في أن تجعلوا هذه الروايات رواية واحدة؟ قال: وهل تستخسرون بالزهراء أن يحتفى بها
ب3 أيام في السنة بدل من الاحتفاء باستشهادها بيوم واحد. ألم الزهراء وألم كبير جدا، والذي يتأمل مجمل الأحداث التي حصلت بعد وفاة أبيها، والذي يتأمل خطبتها العظيمة والمهمة يستشعر عمق آلامها وعمق ما حصل لها. لذلك هي ماذا تقول في الخطبة؟ تخاطب القوم تقول لهم: ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا. هاتان جملتان مؤثرتان جدا. ونصبر منكم، هذا التشبيه على مثل حز المدى. المدى جمع مدية وهي السكين، يعني أنتم فعلتم بنا مثل ما يفعل إنسان ويأتي ويحز جسم إنسان بمدية. ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا. السنان هو الرمح أو السهم، وخز السنان في الحشا هنا يعني في القلب وفي الأحشاء. يعني تريد أن تقول ما عملتموه معي بعد وفاة أبي هو أشبه بحز المدى وبوخز السنان في الحشا. فألم كبير وألم عظيم وفعل مؤذي للسيدة الزهراء سلام الله عليها ما فعله القوم معها، مما أسرع في وفاتها. يعني هي شابة بعمر الورود، 18 سنة 19 سنة، هسه حتى القسم يصعد إلى 25 26 حتى إلى 28، يعني هي 28 سنة كثيرة. يعني لو أخذنا مجمل الروايات فيما بين 18 سنة إلى 28 سنة، وهل هذا عمر كبير لشابة بريعان شبابها تموت كمدا وحزنا وألما وتوجعا وتفجعا مما أصابها بسبب وفاة أبيها ومما أصابها من القوم بعد وفاة أبيها؟ ألم كبير، حزن كبير أدى إلى موتها السريع واستشهادها السريع سلام الله عليها. نعم. الدكتور طلال خليفة، الباحث الإسلامي والأكاديمي، شكرا لانضمامك إلينا وعظم الله لك الأجر مرة أخرى. شكرا لكم دكتور، عظم الله لكم الأجر. إذن مشاهدينا مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة عن ذكرى